هو أول حاجة هو مش سؤال، هو حد بيقول أنا محتاج رسالة عزاء مريحة لأن قلبي مكسور جدا. ده معناها ان هو بيعاني من ضيقة او ضيقات، سواء يعني حاجة كبيرة او جايز تجمع اكثر من حاجة تؤدي الى الضيق او الحزن عنده. هو الحقيقة اكتر حاجة ممكن تعزي الانسان ربنا. يعني ايه ربنا؟ يعني اقرب من ربنا واقول له انا تعبان، انا محتاج لك يا رب، وابتدي علاقة معاه أكثر عمقا، بمعنى أفضفض اللي جوايا وأطلعه في الصلاة. يعني مش أكتفي بأن صلاة الأجبية وأتفهم ما أقول، لكن كمان أطلع مشاعري وضيقاتي لربنا، وأطلعها حتة بحتة كمان، مش لازم في الآخر، لأ، في الأول وفي الوسط وفي الآخر. بمعنى انه لقيت مزمور تأثرت بيه، انا هقول مع المزمور ده الحاجة اللي وجعاني وتعباني، فهراجع نفسي شوية بشوية بطلع اللي جوايا، وده مفيد جدا. انا لما فضفض للناس ده مفيد، يعني يشيل يمكن نص التعب، ولكن لما فضفض لربنا اكتر واكتر. ليه؟ لان الله قادر، يعني الناس هتسمعني وتواسيني بكلمات طيبة. المسيح بقى أقوى من كده، لأنه يقدر فعلا يحل مشاكلي ويقدر يعطيني سلام جوه الأتعاب اللي أنا محيطة بيا أو الظروف اللي بمر بيها، ويقدر يعطيني إحساس حلو بيه. يعني أحلى حاجة إن أحس إن ربنا معايا. أيوة. يعني زي القصة اللي أنت عارفاها بتاعت الثلاث فتية. 3 فتية رموهم جوه أتون النار. يوم مش ربنا بس يحميهم، يبعت ملاك ويحوطهم بغلاف من هواء بندى ولا تمسهم النار، لا، ده كمان رابع شبيه بابن الآلهة يظهر لهم، مسيح. أحد ظهورات المسيح في العهد القديم ده قبل تجسده، أيوة، ده غير التجسد، ظهر لي. طب بقى فرحانين جدا، وقعد وماشيين معاه بقى يسبحوه ويمجدوه. يا ترى هم في العذاب ولا هم فرحانين؟ الحقيقة المنظر عذاب، والحقيقة هم في منتهى جدا. الفرح. فرحانين، شايفين ربنا قدام ومش حاسين بأي ألم. الله يعمل هذا مع أولاده دلوقتي جوه الضيقة، تبقى الضيقة موجودة والله مدي راحة وسلام وإحساس حلو بربنا. حتى أكاد أقول الضيقة فين؟ أنا شايفها بعينيا بس مش حاسسها. ليه؟ لأن الله رفع عني التعب. دي حته حلوه يا بونا، اسمح لي سوري بونا اعلق عليها، انه احيانا بنبقى احنا عايزين ان الضيقه تتشال، عايزين ربنا يشيلها وخلاص، او الموضوع ينتهي او التجربه تخلص، لكن ربنا ساعات بيبقى ليه سكه تانية انه هي لسه موجوده بس انا اللي ما بقتش فارقه معايا. ده بقى العظمه بتاعت ربنا، ان احنا مخنا يقول انه يا رب طفي النار. دي سهله قوي، ينزل مطر عنيف وشديد مهما كان اتون النار ده ضخم، سيول الميه هتطفيه. صحيح. بس ربنا قال لها اعمل حاجه اعظم بقى. ايه هي؟ الاتون كما هو، وعلاه الراجل الملك خلاه 7 أضعاف. وبعدين ولا له قيمه، انا هحفظ ولادي ما يحصل لهمش حاجه. هكذا ايضا العالم يتفنن في الضيقات والشيطان يحارب ولاد الله، كويس، وبعدين يستهزئ بيه ربنا، زي ما المزمور الثاني في المزامير اللي بنقوله في صلاة باكر، تاني مزمور، الرب يستهزئ بهم. ازاي؟ يحفظ ولاده ويبسطهم ويفرحهم جوه الضيقة. بس عايز انسان يكون مؤمن بربنا فيقوم يتحرك ويطلب الله، يفتح الانجيل يقول له مش هتبعت لي حاجة، ابعت لي حاجة تسندني وتعزيني. يقرا الاصحاح اللي المفروض الترتيب عليه عشان يقرا النهارده، ربنا هيبعت له. عمل الله بقى، وعنده اشكال والوان ربنا يبعت بيها تعزيات رهيبه. بحيث في الاخر ابقى نفسي مستريح ومبسوط قوي قوي. ازاي؟ عمل الله. الله هو امس
واليوم وإلى الأبد. ربنا ما بيتغيرش، قوته كبيرة جدا، والله بيحركني. طبعا في حاجات كتير تساعد الإنسان يخرج من الألم والضيقة. من أشهرها الإنسان مش بس يقرب من ربنا، لا، يخرج من ذاته ويحب الناس. ازاي يعني؟ يعني يخرج إلى الخدمة، يخدم الناس اللي حواليه. طب وده يفيد؟ طبعا ده يخرجه من الضيقة، لأنه بدأ يحس بالآخرين. فالله أولا يريحه من التفكير في اللي بيفكر فيه لعمل له إزعاج، ثم يديله بركة لأنه حب غيره. هو ربنا قال كده: اعطوا تعطوا. هتعطوا الناس محبة واهتمام، أنا هديكوا بقى. المروي هو أيضا يروى، يعني بيشرب غيره، ربنا هيشربه. اللي هيدي حب للناس ويهتم بيهم، الله هيهتم بيه لازم.